التاريخ والقريب، طبعا تاريخ القريب والعادات والتقاليد الأصيلة. إذن نحلق سوية إلى البصرة. احنا عشيرة عربية عريقة الأصل بني مالك. هي كان احنا الأجداد يسكنون سابقا بلاد اليمن ونسحت إلى في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية تحولوا أجدادنا إلى العراق، ومنهم قسم منهم إلى الوطن العربي. عندنا يعني من عشيرتنا بالأردن بني مالك، وبسوريا بني مالك، وفلسطين بني مالك اللي منهم يعني الشخصية المرموقة المعروفة وزير الخارجية أعتقد الفلسطيني هو الأستاذ وليد المالكي. فتعرف بمصر وبقية البلدان العربية الأخرى. فعشيرتنا مترامية الأطراف، وجا نسبها من إبراهيم بن مالك الأشتار إلى وقتنا هذا. فحدثت قبائل وليس قبيلة، لأن احنا تنضوي حدرها يعني أكثر من 21 عشيرة لبني مالك. كل القبيلة تربطها نفس العادات والتقاليد والظهر الواحد والجد الواحد والأب الواحد والرئاسة الواحدة، لكن هناك رؤساء عشائر، لكل عشيرة رئيس عشيرة يدير أمور عشيرته. في الحالات المستعصية جدا واللي تتطلب بحضور كل رؤساء العشائر للقبيلة أو رئيس العشيرة للقبيلة العام، تتطلب هاي بالمداولة ما بينهم. الفصلية هي أهن أو الجداد من وضعوها لحالتين. أول مرة ردع للمحتدي، إذا كان حالة الفصل قتل ينطون أخته الأخ المقتول، هو ردع إليه خاطر تكون كظة إيد بالنسبة للقتول. مو تجي القتول على أشياء تافهة، أشياء ما إلها قيم، أشياء ما إلها أساس، ما إلها وجود. والله فلان أنا قال لي فلان شيء أو ادحك بيه بفلان شيء يروح يقتل. هاي خاطر تكظ من حالات القتول العشوائية. هاي نقطة. النقطة الثانية لترابط النسب. هذا من راح تعطي أخته راح تكون أجدادنا وضعوها تكون الخال وابن أخته. بالمستقبل من يعطي أخته الأخ المقتول، أخو المقتول راح يتزوج هاي البنية، من يتزوجها راح يصير عنده ذرية. أهل المقتول إيش راح يكونون؟ راح يكونون عمام، وأهل القاتل يكونون الخوال. فصار ترابط نسب. على مرور الزمن الغل أو الحقد اللي عندهم أو الغيظ اللي عندهم احنا اللي نسميه بالمصطلح العامي راح يروح. هي حكايات كثيرة. تعرف احنا عودتنا المجالس واحنا ان نكون بخدمة مجتمعنا وخدمة عشائرنا وخدمة ناسنا، مرت علينا حكايات كثيرة. بس اكو حادثة، اكو شيخ من الشيوخ العشائر بزمن قبل راد له فرس، فقال اريد لي فرس اصيلة بحيث ما موجود من نوعها بالمنطقة. قالوا له عند الشيخ الفلاني، هم شيخ مثله بمنطقة اخرى. فودى عليه قال ما بيع. جاء واحد من عامة الناس وقال له أنا أجيبها لك. قال له شلون أجيبها بأي طريقة؟ قال له أنا أروح للشيخ
احاول اخذها منه بطريقه كرم، يكرمني، يعطيني اياها، اشتريها واجيبها. لا قال له توكل على الله. فراح للقريه اللي يسكن بها الشيخ صاحب الفرس. نزل باطراف القريه عند شخص، ساله قال له هذا الشيخ شنو عاداته تقاليده؟ قال له الشيخ عندنا شيخ معروف وهاي له مكانته وعنده خيل وعنده فرس اصيله، بس هذا كل جمعه كل يوم جمعه يطلع للصيد، يطلع بوحده. هذا بات عنده الى ان اجت الجمعه، صبح الصبح من غبشه قال لصاحبه انا رايح، فطلع على طريق الشيخ ليروح للصيد. شقق ثوبه وضمد ايديه وضمد رجليه وامتد بالطريق. فامتد بالطريق شويه اجى الشيخ طالع للصيد، قام يصيح اخ اخ. قال له الشيخ ايش بيك؟ يا رجل شنو اللي عندك؟ قال له والله انا جو جماعه سلبوني، ضربوني هنا بالسكين او كان قبل يسموه الخنجر، ضربوني بالخنجر وضربوني بايدي وخذوا الفرس مالتي وخذوا غراض وراحوا، وانا ظليت ما لي احد. نزل الشيخ شاله حطه على الفرس، قال له انا امشي وانت صاعد على الفرس لما اردك للبيت. هذا من صعد على الفرس كظ العنان مالها شويه شويه قاتها بعيد، يعني بطريقه احنا نسميها الخبب او الغيره، يعني الغاره، يعني تغير الفرس، الى ان مشى بيها بعيد. قال له الشيخ عمي اوقف على كيفك انت، خلنا الحقك. قال له عمي على كيفي، انا صار لي اسبوع نايم هنا اتانيها واريد اخذها. قال له عمي انت اخذها مبروك عليك اذا تريد تاخذها، بس عندي وصيه وحده. الشيخ يقول للرجل، قال له شنو وصيته؟ قال له وصيتي بان لا تقول لهم خذتها بهالطريقه هاي. قال له ليش؟ قال له مو راح ينقطع سبيل المعروف، اذا الناس بعد يجي خيال ويلقى له واحد مصوب لو مجروح بالطريق ما حد يشيله، وراح ينقطع سبيل المعروف بعد ما حد يشيل الاخر. بس انت قول اكرمني اياها الشيخ والف عافيه عليك. طاح بها رد. قال له ابوي هاي الفرس مالته وانا اسف واعتذر. رجعه وياه للبيت، بيته وعذبه واكرمه، والصبح شال الفرس سرجها بعنانها بشغلاتها، قال له هاي لك هديه توكل على الله خذها. المضيف اللي قبالك هو مضيف قصب، وهذا المضيف المتوارث يعني والموروث من الاجداد، من عهد السومريين استعملوا هذا البناء وتوارثته الاجداد، بس احنا اضفنا له بالوقت الحاضر لمسات، يعني هي الطلعه بالنوعيه الجديده. فتعرف هو من البواري، يعني الحصران القصب، ومن القصب وشباب وهطار، وهذا الموروث عند كل العشائر حاليا موجود بكل العشائر تبني منه، هذا موروثنا القديم. بقت المضيف الجديد هذا سويناه استحدثناه خليط ما بين موروث بيت الشعر اللي هو اللي يستخدم في البادية أغلب الأوقات، وما بين الحداثة البناء الطابوق والتغليف الجديد، وهو سويناه على شكل مثلث وطيناه ابعاد واطوال، وصار السقف ماله من الشعر، بيوت الشعر القديمه اللي يتوارثوها الاجداد في الباديه والحداثه الحاليه. فتشوفه يعني انطيناه روعه وانطيناه تصميم حديث وتصميم جديد، بحيث اللي يجي من برا يشوفه بيت شعر، واللي يدخل جوا يشوفه بطراز حديث. وصحيح بعيد عن مركز المدينة مدينتنا، وبعيد عن مضيفنا الرئيسي اللي هناك ببيتنا واللي هو الديوان العام، بس هنا نستخدمه أكثر الأوقات لجلسات الراحة، لجلسات المداولة بين أبناء العشيرة. إذا ردنا مثل هو يستوعب أكثر عدد، وخصوصا هن المضيفين متجاورات، يعني مضيف القصب ومضيف الحديث متجاورات، فأكثر روادة من الناس اللي يجونا مثل
خطار يجينا من بغداد أو خطار يجينا من مدينة البصرة أو من مدينة أخرى، نجيبه لهنا شوية يعني بيها متنفس ريف، تنفس حديقة، منا دجلة قريب علينا، فشوية الزائر أو الضيف يرتاح هنا أكثر مما يرتاح بأجواء المدينة. أجواء المدينة تعرف أجواء صاخبة من السيارات والمارة والناس وازدحام الناس على الأسواق وازدحام الناس على الجراجات، فتشوفها يعني واحد يعيش بصخب هناك. أهلا بكم أحبتي مجددا. الآن نتوقف لمتابعة هذه الأغنية ومن بعدها نتواصل وياكم بالتأكيد.